اللي مسيطر على هذه الاراضي، وانتم مولوا كتعرفوا مزيان وكتعرفوا من يقف وراءه. وحنا راه ما جيناش هنا باش نديروا السياسه، باش نقول لكم من القلب، لانه انا نائب الامه، انا نائب برلماني، من الواجب عليا باش نتواصل مع الساكنه وندخل حين اطلب من اجل التدخل. فانا المشكل عارفه، دابا حسنا الحل. ما نهضرش انا في التفاصيل سمعناها وراه عندنا وسمعناها من مصادر مختلفه، ولكن عندنا القناعه ديالنا الراسخه بانه لا، هذه الامه لا تنطق عن الهوى، لا تجتمع امتي على ضلال. هادشي اللي كاين. ما يمكنش انا نسمع 19 ونخلي 1000 ولا 5000 ولا 3000. هادشي بعدا باش نعرفوها. ما يمكنش انا غادي نقول راه 19 عندهم الحق و3000 من 4000 ما عندهمش الحق. بمعنى هذا المقاربه ماشي منطقيه وما يمكنش يعني تدخل العقل ديالنا. دابا الاخوان خصنا نقلبوا على الحل. انا جيت هنا باش نسمع وباش نقلبوا على الحل الملائم، وكذلك القنوات الرسميه اللي غادي نتواصلوا معها من اجل الحل. لان باش نبقاو هنا معتصمين هذا حقكم وحقنا ومستعدين، ولكن لابد اننا هذه الوسيله، هذه وسيله احتجاجيه حضاريه. الحمد لله خرجتوا في مسيره، الحمد لله جلستوا مؤدبين محترمين ومحترمين. هذه المسائل هذه كلها لا تسجل الا على هذه السكينه. ما هرستوا دجاج، ما هرستوا طوموبيل، ما هرستوا ضربتوا بالحجار، هذا يسجل لفائده الساكنه والناس كذلك اللي حارصين على تنظيم هذه المسيره وهذه الوقفات. دابا الاخوان خصنا كما قلت لكم، اولا واش حد تواصل معكم؟ واش شي حد قال لكم شنو خاصكم؟ شي جهه معينه، واش شي جهه معينه جات عندكم؟ هادشي اللي خصني نعرف، لانه ملي كيوقع الاعتصام بحال هذا وفي هذه الظروف انه لابد من المسؤولين يتواصلوا مع الساكنه، لان المسؤولين ما تخلقوا اولا الا لخدمه الساكنه، الدفاع عن الساكنه. مسؤولين شنو كنعني بهم؟ كنعني بهم المنتخبين، كنعني بهم السلطات المحليه، كنعني بهم السلطات الاقليميه، كنعني بهم السلطات الدائريه. كلهم هادو واش تواصلوا معاكم؟ ابدا. على كل الاخوان، انا هاد المسائل هذه راه عرفتها، ولهذا السبب لان من باب المسؤوليه ديالي الدستوريه هو اني امثل الامه من الشمال الى الجنوب، من الشرق الى الغرب. فلذلك ملي كنكون عندي واحد المسؤوليه، اولا من الناحيه الاخلاقيه خصني نجي، من الناحيه الانسانيه ما يمكنش انا كنسمع الساكنه معتصمين في البرد ربما بالجوع وحنا نتفرجوا عليهم. هذه ماشي مسؤوليتي فقط، مسؤوليه حتى هذوك الناس اللي قلت لكم، راه مسؤوليه ديال جميع المسؤولين. راه ما يمكنش غادي كاين مشكل ونخليو الناس معتصمين وناعسين في القياطن ولا في الخيام. هذه مسؤوليه ديالنا جميعا. فلذلك الاخوان انا جيت عندكم باش نقلبوا على الحل. اولا الحل مع المسؤولين، غادي نشوفوا الحل مع المسؤول الاول ديال الاقليم. غادي تشكلوا لي واحد اللجينه فيها 5 ولا 6 ولا 7 د الناس باش نشوفوا الملف ديالكم. انا غادي نطالع عليه ونطالع عليه على حسب الروايات اللي عطاونا، لكن لابد من هاد التجمع اللي هو هاد الساكنه يكون عندهم مخاطبين اللي غادي يبلغوا الصوت ديالهم مع المسؤولين. ما يمكنش مثلا يجي القائد ولا انا باغي نهضر، ولكن ما يمكنش غادي تهضر في كل شيء في التفاصيل ديال الموضوع. انتو غادي تشوفوا لي واحد 7 د الناس اللي طاحنين هذا الملف مزيان وفاهمينه والصيروره ديالو والتاريخ ديالو والاهداف ديالو وعلاش دارت التعاونيه. وانا مقدرين الظروف ديالكم ومقدرين النضال ديالكم وحنا معاكم، لان نحن مع الساكنه. ما يمكنش نكون مع 19 ونخلي 5000. انا كنقول لكم من باب المسؤوليه، راه ما جيناش حنا باش غادي يقولوا راه فلان جاي يدير السياسه. ما كنديرش السياسه، اللي في شي حزب يبقى فيه، اللي كيعطي مع شي حد يبقى فيه. فلذلك حنا جينا من باب المسؤوليه ديالنا ومن المسؤوليه الاخلاقيه. ما يمكنش حنا كنمثلوا الساكنه ونبقاو نتفرجوا عليهم في الاعتصام. لذلك الاخوان انا كنقدر، وحنا ما يمكنش الا نكونوا معكم، وحنا مستعدين من دابا باش غادي نتواصلوا مع المسؤولين من اجل يعني البحث عن الحل الملائم لهاد الناس مغلوب على امرهم. فلذلك التعاونيه كانت عندها حدود معينه،
ثم توسعت الى حدود معينه، الى مساحات معينه. اذا فهذا فيه نوع من الاحتيال والنصب والترامي على اراضي الغير. اذا هذا المشكل هذا غادي ان شاء الله غادي نحاولوا، انتم غادي تعطيوني الحل الاخوان. انا جيت هنا نسمع منكم ماشي نهضر انا. حق دستوري، كل شيء عندنا هذا الشيء، كل شيء هذا الشيء يكون مزيان. ولكن علاش كنديروا هذا الشيء؟ باش نجيبوا الحقوق ديالنا. وإلا جات الحقوق ديالنا لاش نزيدوا في الحراك؟ لاش نزيدوا في الاعتصام؟ لاش نزيدوا في هذا؟ إذا كنديروا هذا الشيء باش نجيبوا الحقوق. إذا حنا إلا جات لنا الحقوق قلتوا للجنة ما كاين مشكل، ربما عندكم الحق. ما كاين علاش حنا ربما هذيك اللجنة هي اللي، ولكن إلا جاو مسؤولين وتفاوضوا معاكم، راه ما يمكنش يتفاوض معاكم العامل هنا في الوسط. خصنا نكونوا شويه منطقيين. لا غير باش يوصلوا بهم حتى هما يتحملوا المسؤوليه ديالهم، باش حتى علاش؟ حتى لا تفسر سياسيا. انا عطيتكم هنا ثلاثه الارقام البرلمانيين اللي ما حضروش اليوم، اتصلوا بهم باش يدخلوا على الخط يتحملوا المسؤوليه ديالهم، لانه مساله ما فيهاش سياسه، مساله فيها حق وفيها ظلم، انه الامور يجب ان تصحح. انا بزاف الواحد دابا، لا بزاف شحال من واحد ما فاهمش صلب الموضوع، ما فاهمش صلب القضيه. حكم قضائي، نعم حكم قضائي، ولكن كيف تم هذا الحكم القضائي؟ من وراء هذا الحكم القضائي؟ شكون هاد الناس؟ واش فعلا انه كاين تعاونيه؟ ولكن اية تعاونيه؟ واش فعلا هاد التعاونيه ادت الدور ديالها؟ واش فعلا انها تتصف بمواصفات تعاونيه؟ فلذلك الاخوان انا شخصيا غادي نقوم بالدور ديالي وما نقول لكم شنو غادي ندير، ومن بعد ان شاء الله غادي اذا كاين نتيجه انا غادي نتصل بكم وغادي نبقاو نتواصلوا. ولكن من جانب كذلك لفائده هؤلاء المعتصمين ولفائدتكم انه يجب الاتصال بكل الفاعلين السياسيين، يجب الاتصال. واتصلوا برئيس الجهه، واتصلوا بالنواب البرلمانيين اللي ما كاينينش، واتصلوا بالمستشارين البرلمانيين اللي ما كاينينش. فلذلك حتى لا يفسر الموضوع سياسيا. انا عارف انا جيت عندكم منه يقولوا راه نور الدين كيدير حمله، ما كنديرش حمله. لا غير باش كنقول لكم هذوك الفاشلين كيقولوا هذه اللغه. انا جيت انطلاقا من رسالتي ودوري كنائب برلماني. كاين مشكل خصنا نحلوه، السكينه، سواء كان في ساكن ولا في تماسينت ولا في مرابطن ولا في جديد، في كل مكان. واخا الا كان في طنجه غادي نمشيو ليه، لان نحن ممثلون كذلك جهويين. فلذلك الاخوان المشكل هو مشكل انساني، هو مشكل صراع بين الحق والظلم. ان هذا المشكل خصو من هذه الزاويه غادي نعالجوه، ونتمنى ان شاء الله. انا شخصيا غادي نتواصل، هاد الناس هادو اللي قلت لكم هنا انا غادي نتصل بهم باش غادي يتواصلوا، ولكن من الاحسن غادي تواصلوا بهم انتم كناس كجمعويين ولا كمتضررين ولا كساكنه، باش يقوموا حتى هما بالدور ديالهم، يتحملوا المسؤوليه ديالهم الى جانبنا. وانا شخصيا اقول ان انا جيت انا ومعايا المفتشيه ديال حزب الاستقلال ومعايا الاخوان ديال حزب الاستقلال، هو اننا جينا متضامنين مع الساكنه من اجل رفع هاد الاعتصام وانصافهم والظلم، رفع الظلم. وكذلك ملي كترفع الظلم كترفع الاعتصام. هادشي باش نقولوا هذه هي الطريق اللي غادي نسلكوا فيه، وغادي نتواصلوا وغادي نتصلوا وغادي نبلغوا الصوت ديالكم بكل امانه الى المسؤولين، سواء على المستوى الاقليمي او على الصعيد المركزي، على صعيد وزاره الداخليه. انا ما بغيتش الدراري ياكلوا العصا، انا ما بغيتش السيمي يدخل هنا، انا ما بغيتش القوات المساعده تدخل هنا، انا ما بغيتش تدخل على ديوركم. انا هذا هو باش ما بغيتش نقولها لكم قبيله، بمعنى انهم يبحثون عن الحوار. فلذلك انا قلت خصنا واحد 7 الناس ولا 5 الناس من اجل الحوار، ولكن نحن ضد العنف، ضد التعنيف، ضد يعني ضرب المقتضيات الدستوريه وروح الدستور اللي كيعطي حق الاعتصام، وان كان في اطار معين. ولكن الحمد لله انتم في هذه الزاويه ما كتشكلوا عرقله السير، ما كتهدوا الامن العام، ما كتهدوا اي حاجه. اذا فحتى شروط ديال التدخل غير متوفره في هذه الحاله هذه.